وبيبدأ فيلمنا بقصر متجمع قدامه ناس كتيرة، وداخل القصر ده بيظهر مشعوذ قاعد مع صاحبة البيت أنجو وبناتها الاتنين الأطفال، وكل عيلتها بيشاهدوا اللي هيتم. وفي اللحظة دي عمل المشعوذ طقوس من كتاب سحر على أنجو لحد ما شيء خفي فضل يجرجر فيها، وكل الموجودين بقى يجروا علشان يلحقوها. والمشعوذ كمل قراءة وخلى الجن المتحكم فيها اتجسد في هيئته الحقيقية وسجنه في غرفة وقفل عليه وقال للعيلة لو حابين تعيشوا في سلام أنصحكم تسيبوا القصر وما تفكروش ترجعوا له تاني. نفذت أنجو كلامه وسابت القصر وخدت بناتها الاتنين بريتي وتريشا لمكان تاني يستقروا ويكملوا في حياتهم. وبعد 18 سنة من الواقعة بتظهر بريتي بنت أنجو اللي بتكون بتتفسح، وبتكتشف إنها نسيت الشنطة بتاعتها في مكان تاني، وبدأت تشاور لشاب لقى الشنطة. قالت له الشنطة دي بتاعتي، ممكن تنزل وتديها لي؟ خدتها منه وقال لها أنا اسمي روهان والصراحة حابب أتعرف عليكي. ما اهتمتش بكلامه وسابته، لكن روهان أصر وفضل ماشي وراها وقال لها حضرتك الموبايل؟ كمان عاوز تاخد رقمي؟ يا بجحتك يا أخي، ادي تليفونك اهو. يا بنت المجنون ده موبايلك، انت كنت ناسيه مع الشنطة. انا اسفة الموبايل اتكسر، اعمل ايه دلوقتي؟ تعالي اكيد هنشوف له حل. ركبت مع الباص اللي هيوصلها للمحطة اللي هتركب منها باص تاني لحد بيتها، وفي الطريق قالت له ممكن اعمل مكالمة من تليفونك؟ اكيد طبعا اتفضلي. اتصلت بمرات اخوها قالت لها انت فين يا بنتي؟ فرحك النهارده ولسه ما وصلتيش، صغار خطيبك بيسأل عليكي من الصبح. انا جايه في الطريق. وهنا بنعرف ان بريتي مش عاوزه العريس وباباها هو اللي غصبها على الجوازه دي. وصلوا للمحطه وقعدت انتظرت مع روهان الباص اللي هيوصلها، وقالت له تعرف انا كنت بدرس هنا في المدينه دي، وبالرغم ان المدينه سياحيه ما خرجتش ولا مره فيها وانا بدرس، كنت دايما من الجامعه لسكن الطلاب، لان بابا راجل شديد قوي وحكم عليا بكده وانا سمعت الكلام علشان مش عاوزه مشاكل معاه. انت بقى ايه قصتك؟ انا ابويا رجل اعمال مشهور ومتوفي من فتره، فانا قررت الف في الهند واتفرج على كل مكان فيها واصور كل حاجه جميله زي كده. شكرا جدا لذوقك. بقول لك صحيح، في النهارده حفله موسيقيه قويه جدا في المدينه هنا، حرام تمشي من غير ما تحضريها. الصراحه مش هقدر، هتاخر. مش هتتاخري كتير على فكره، احضريها معايا ومش هتندمي. اتحركت لحد الباص وفكرت لحظات ورجعت قالت له هاجي معاك، الصراحه مش عاوز اروح دلوقتي. اتجهوا للحفله قضوها رقص وغنى واحتفالات وهما مبسوطين جدا، وبعدها وصلها للمحطه علشان تمشي. والمفتش ده قال لهم الباص اللي اتحرك الصبح عمل حادثه وكل اللي فيه توفوا، انتوا حظكوا حلو، لو كنتوا سافرتوا فيه كان زمانكم ميتين. اتصدمت بريتي وقالت له شكرا جدا يا روهان، انا لو ما كنتش رحت معاك الحفله كان زماني ميته. الحمد لله انك كويسه، بس انا خايفه، اتاخرت جدا واهلي هيعملوا معايا مشكله والباص التاني مش هيتحرك غير تاني يوم. رنت بعدها على اختها تريشا حاولت تعرفها انها تتاخر، لكن تريشا ما سمعتش من المتصل بسبب الشبكه، وفي نفس الوقت عرفت بخبر حادثه الباص وافتكرت ان اختها ماتت وان اللي اتصل كان بيحاول يبلغها بخبر موتها. وقالت لصغار عريس بريتي انا بحبك وكان نفسي اتجوزك، لكن بابا اصر ان بريتي تكون من نصيبك انت وحرمني منك. انا كنت دايما بتمنى لها الموت، بس دلوقتي ندمانه لان شكل امنيتي اتحققت. ما عرفش صغار يرد على كلامها واستكفى ان هو حضنها. ومن سوء الحظ بريتي بتكون لسه على الخط وسمع كل اللي اختها قالته، وقعدت بعدها مع روهان وهي منفعله وقالت له انا عمري ما حبيت صغار ده ولا هو حبني. صغار مين؟ خطيبي، وكان مفروض فرحنا النهارده، هو كان بيحب اختي طول عمره وانا عارفه، لكن بابا ربنا يسامحه هو السبب في كل اللي حصل. انا دلوقتي لو رجعت البيت ابوها هيصر يجوزني لصغار، والحل الوحيد ان اختفي شويه عن البيت واهلي يفضلوا فاكرين اني ميته لحد ما تريشا تتجوز وبعدها هظهر من تاني. طيب هتعملي ايه؟ احنا عندنا قصر قديم مقفول من زمان جدا في نفس القريه، هفتحه واقعد فيه لحد ما تريشا تتجوزه، ممكن تساعدني؟ والله هكون ممتنه ليك طول عمري. اكيد طبعا، انا بحب المغامره اساسا. وصلوا تاني يوم للقصر في منتصف الليل علشان محدش من اهلها يشوفهم، وروهان قال لها هو ايه بيت الرعب ده يا بنتي؟ انا مش هدخل، قلبي مقبوض منه. الصراحه اهلي طول عمرهم بيقولوا ان في روح اسمها ميكا محبوسه جوه القصر، بس انت شاب مثقف واكيد مش هتصدق الخرافات دي زي ما انا مش مصدقها. عندك حق، بس استني، الباب عليه قفل، يلا نرجع مش هنقدر ندخل. ما تجمد قلبك ياض. يا ست انا مش عاوز اجمد قلبي وبقول صغار حلو، ارجعي واتجوزيه، ده على جثتي. اتفتح القفل لوحده مع كلامهم، وروهان خاف اكتر ما هو خايف وقالت له يا ابني مع عفريت لا بني ادم يا حبيبي، والقفل اللي اتفتح لوحده ده قفل قديم جدا ومصدي واتفتح على حظنا. لا 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 الحقي، الباب كمان بيفتح لوحده. يو بقى، ده الهوا، احنا في الشتاء والرياح قويه فطبيعي يفتح لوحده. اجمد كده يلا وتعالى ورايا. بمجرد ما دخلوا الانوار اشتغلت لوحدها وقالت له وشك حلو على البيت، الكهرباء قطع هنا من 18 سنه. ما انا واخد بالي، عفاريت ولاد حلال في كل افلام الرعب بيقطعوا النور، لكن هنا بيشغلوه.
في اللحظة دي عدى من جنب القصر شخص من عيلة بريتي اسمه شوتي، ولما لاحظ ان الباب مفتوح والنور شغال اترعب لانه عارف بقصة القصر والروح اللي فيها، وجري بعد على بيت العيلة قال لهم الحقوا النور شغال في القصر انا لسه شايفه. العيلة كانت عاملة في الوقت ده عزا لبريتي، واول ما سمعوا الكلام اتجمعوا كلهم وراحوا للقصر. وفي الوقت ده بريتي استخبت وروهان ملحقش يستخبى، وسألوا انت مين يا ابني وايه اللي دخلك القصر؟ انا مجرد معالج روحاني شفت روح بريتي بنتكم وطلبت مني اقول لكم انها سكنت القصر لانها قضت في القصر كل ايام طفولتها وليها رغبه جديده تسكنوا من تاني وانتوا تسكنوا معاها هنا علشان روحها ترتاح. صدق باباها الكلام وامر الكل ينظفوا القصر علشان يسكنوا من تاني، وامر كل الموجودين ما يجوش جنب الغرفه المحبوس فيها روح ميكي. وبريتي قابلت روهان وقالت له ولا انت عبقري، جات لك ازاي الفكره دي؟ عيب عليكي، انا مش وعدتك اساعدك لحد ما الجوازه تتم؟ حلو قوي، طالما بقى اقنعتهم انك معالج روحاني وصدقوا ان ميته وبتتكلم مع روحي اكيد هيسمعوا كلامك في كل حاجه. عاوزك تقنعهم ان روحي عاوزه صغر وتريشا يتجوزوا بسرعه عشان مهمتك تنتهي وتمشي يا بطل. تقصد اني مش همشي؟ لا انت معايا هنا لحد ما ننتهي، نسيت وعدك ولا ايه؟ الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه، شكلكوا عيله مجانين، ولو عرفوا انك عايشه هيشلوحوني ويعملوا معايا الغلط. ما تخافش القصر كبير جدا وعامل زي المتاهه وفيه فوق 50 غرفه، يعني ما حدش هيقدر يشوفني بسهوله. لما نشوف. اتجه لاهلها اللي بيكونوا لسه عاملين عزا ليها وقال لهم فضوا لنا بقى العزا ده علشان عندنا فرح. فرح مين؟ هنجوز تريشا الصغار. استغرب الكل واعترضوا على الجوازه، وبالذات ابوها قال له طعبيط يا ابني، ده مستحيل، دي امنيه روح بنتك، مش حابين تحققوا امنيتها وتريحوا روحها. ضعف الاب حزنا على بنته وقال لهم نفذوا كلامه وحددوا فرح تريشا وصغار في اقرب وقت، دي روح بريتي بنتي الغاليه وامنيتها لازم تتحقق. عدى الوقت وفي نفس اليوم في الليل بدأت تحصل حاجة غريبة جدا مع روهان اللي بيكون نايم عادي، وفجأة صحي على صوت غراب، وبص يمين وشمال على مصدر الصوت، لقى الغراب واقف على الشباك ونظراته مش مفرقاه، وطار الغراب ده لداخل القصر، اتحول لبني آدم مش باين له ملامح. وروهان فضل ماشي ورا من غير إرادته لحد ما وصل للغرفة المحبوسة فيها الروح، وهنا التفت له الشخص ده، ولما شاف وشه اتصدم لأنه شخص بنفس شكله وهيئته. وفي ثواني اختفى مع وصول والدة بريتي وقالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ الغرفة دي خطر، ما تقربش منها تاني. ممكن اعرف ليه؟ احكي لك القصة. الروح المحبوسة فيها اسمها ميكي، وانا وميكي كنا اخوات توأم، وجينا القصر ده عشنا فيه مع والدنا، بس والدي كان بيحبني عنها وبيعاملني دايما كويس، وده اللي خلى ميكا مع الوقت تبعد عنا وراحت لساحر خلته يعلمها السحر الاسود. ولما ابونا عرف راح جابها وهددها انها لو عملت كده تاني هيضربها ويطردها. ومع الوقت مثلت ميكا علينا انها بعدت عن السحر، وكبرنا وميكا بتتعامل معنا بشخصيتين، شخصية كويسة وطيبة وشخصية تانية بتتعامل مع السحر وبتتعلمه كل يوم. ومع مرور الأيام حبت شخص في القرية وحاولت بكل الطرق انها تقرب منه، لكن للأسف الشخص ده حبني أنا واتجوزني، وزاد الحقد في قلب ميكا وخدت قطر مني ومنه، وبدأت تعمل سحر لجوزي علشان تدمر حياتنا. وفي يوم أبويا كشفها وقال لها أنا مراقبك من فترة، ليه عاوزة تدمري حياة أختك؟ أنا حبيتكم انتوا الاتنين زي بعض والله. لا انت طول عمرك راجل أناني وهي زيك. انت ليه كده يا بنتي؟ الكره ده انت وارثة من أمك كانت زيك كده، نسخة منك بالظبط، وانت أب ما بتحسش، عمرك ما حسيت بيا ومش هسيبها برضه غير لما أدمر حياتها. انت مستحيل تكوني بنتي، اطلعي بره البيت وما ترجعيش تاني، مش قبل ما اطلع روحك انت. قتلت ميكا أبوها وفضلت تكلم جثته بجنون، وبعدها راحت لبيت أختها حاولت تقتل جوزها، لكن أنجو لحقت ومسكت أختها ميكا قتلتها وخلصت من شرها. ومع الوقت لاحظنا وجود أصوات غريبة في البيت، واكتشفنا إنها روح ميكا ورجعت تنتقم منا. وبعد معاناة مع روحها جبنا الكاهن حبسها في الغرفة وقال لنا طول ما الغرفة دي مقفولة مش هتقدر تخرج منها، لكن لو اتفتحت هيكون هلكنا كلنا. هي دي القصة. لسه عاوز تقرب من الغرفة؟ لا أقرب ايه بقى، ده أنا ولا هعدي من جنبها حتى. في نفس الليلة اتسلل هو وبريتي من القصر علشان يخرجوا يتفسحوا، لكن قريبها شوتي شافهم وراح قال للكاهن بندي، وبندي خده وراح لأبو بريتي وقال له الولد ده بيكدب عليكم، بنتكم عايشة موجودة معانا. هو أنا إيه مصلحتي إن أكدب عليكم؟ بنتكم ماتت في حادثة وأنتم عارفين. لا مش عارفين، لأن الجثة مختفية لحد الآن في البحر. دوروا على بريتي في كل مكان في القرية وفي القصر، ولو طلعت عايشة الولد ده هقتله بنفسي. جري روهان على بريتي قال لها الحقيني وابوس ايدك، كفاية بيدوروا عليكي، ولو لقوك أنا اللي هتقتل. طيب تعالى بسرعة قبل ما يشوفونا. احتاروا يستخبوا منهم فين، لأنهم بيفتشوا في كل الغرف، وقالت له ما فيش غير حل واحد، غرفة ميكا. الروح؟ لا مش هدخل الغرفة دي يا عم، قلت لك خرافات، ما تسمعش كلام حد.
هتيجي معايا ولا نتكشف وابويا يقتلك. ده مجنون انت ما تعرفوش. راح معاه للغرفة، طلبت منه يفتحها، وهو فتح روهان غرفة الموت. دخل بريتي وقالت له أول ما يوقفوا التفتيش تعال عرفني. بمجرد ما قفل عليها الغرفة ظهر وراها كيان مرعب وبدأ يقرب منها تدريجيا، وخلال وقت قصير فتح روهان الغرفة وقال لها يلا كلهم خرجوا. طب كويس، المهم انت صدقتني بقى ان الغرفة ما فيهاش حاجة، اديني قعدت وقت طول فيها لوحدي وما شفتش اي شيء مرعب او مريب. استغرب روهان من منظرها وقال لنفسه كده كده يا زي عيلتها مجنونة. وتاني يوم تم مراسم جواز صغر وتريشة، وكل ليلة بيكونوا فرحانين وبيرقصوا. وفجأة في نص الاحتفال بدأت حاجات تتكسر وحاجات بتطير لوحدها، وروهان قال لهم اطمنوا وما تخافوش، دي روح بريتي بس زعلانة علشان كان نفسها تكون معاكم في لحظة جميلة زي دي. خرج الكل مصدومين وباصين على المبنى اللي ظاهر عليه ست ماشية عليه بشكل مرعب، وروهان قال لهم دي بريتي انا هروح اتكلم معاها. هرب منهم وراح لبريتي قال لها اللي شفته تحت عفريت ميكا احنا حررناها، انا عاوز امشي من هنا، الله يخرب بيتك انت وعيلتك المعفرطه. يا عم دي روح خالتي ميكا وما ينفعش نسيبهم معاها ونمشي، احنا لازم نرجع نحبسها من تاني. احبسها انت لوحدك، ماليش انا في الجو ده، بس انت وعدتني تخلف بوعدك معايا، وبعدين انا حبيتك بجد. طبعا هتساعدني. ضعف قصادها ووافق. وفي ناحيه تانيه قابل الكاهن بندي الست اللي كانت ماشيه على البيت، وبيتضح انها تبعه وست عاديه جدا، وعملوا الخدعه دي علشان يخوف روهان ويطفشوا من القصر، ولكن ما بيكونش ليه اي علاقه بالحاجات اللي كانت عماله تتكسر في القصر. وقال لهم روح ميكا موجوده واتحررت فعلا، بس مش فارقه معايا، انا كل اللي فارق معايا ان العيله تشك في روهان ويمشي من القريه. اتجهت انجو للشاب المسكين وقالت له انا عارفه ان بريت عايشه واللي ظهرت روح ميكا. ليه بتقولي كده؟ علشان ميكا ظهرت لي. سمعت بريتي الحوار وقالت خلاص الموضوع كبر، انا لازم اظهر. ماما انت صح، مش عاوزاكي تزعلي مني، انا عملت كده علشان ما اتجوزش صغار وتريشة تتجوز اللي بتحبه. كويس انك عملت كده وما كررتيش نفس الغلطه اللي انا غلطتها زمان. ميكا ظهرت له وانا نايمه النهارده وخوفتني جدا. خايفه يا انجو؟ انا لسه ما عملتش حاجه، بناتك الاتنين هقتلهم هم وكل عيلتك، وانتي هسيبك للاخر استمتع بقتلك زي ما قتلتيني. انا خايفه عليكم ومش عارفه هتخلص منها ازاي. بعد تفكير قالت له مفيش غيره، الساحر باباي ده اللي حبسها زمان وهو اكيد اللي هيقدر يساعدنا. راحوا له بالفعل تاني يوم وقال لهم قوة ميكا دلوقتي كبيرة جدا ومش هقدر اعمل لها حاجة، بس بعد 3 ايام من دلوقتي هيكون في خسوف للقمر، وقوة ميكا هتكون يوم الخسوف ضعيفة، ووقتها اقدر اجي اتصرف معاها. رجعوا بعدها البيت لقوا ميكا قلب الدنيا وبتشيل كل الموجودين تطيرهم في الهواء، وواحد منهم على الله حكايته بيكون فاكر انها روح بريته وبتلعب معاهم. وفي نفس اليوم بيحلم روهان انه مع طفل من العيلة، وميكا ظهرت معهم في الحلم وهي بتهجم عليهم. ولما فاق حكى لأنجو على الحلم وقالت له تعال نطمن على الطفل اللي هتكون قتلته. اطمنوا عليه وقالت له خليك معاه لحد ما اطمن على كل اللي في البيت. سمع روهان صوت غريب جاي من الغرفة الملعونة، ولما دخلها لقى والد الطفل نايم على السرير وصحي قال لهم انا ازاي جيت هنا. وفي جانب تاني الساحر باباي هو ورجالته بيستعدوا علشان يواجهوا ميكا، وظهرت لهم بنفسها وقالت لهم ما تتعبوش نفسكم، انا اجيب بنفسي، تحبوا تموتوا ازاي؟ بدأت تقتل في رجالته واحد ورا التاني، وسابت بابايا الواحد فيهم عايش واختفت. وخرج روهان في الوقت ده مع عمدة القرية اللي بيكون عاوز يكلم بنته الميتة زي ما بيكلم بريتي، وأقرب فرصة روهان هرب منهم. والكاهن بندي بيكون بيدرب المساعدة بتاعته علشان تقوم بدور ميكا وتخوف روهان، بس روهان لقطهم وراح لبندي نزل ضرب فيه، وطلعت المساعدة تجري منه، لكن ظهرت لها ميكا لبست جسمها ورجعتها للمكان. مسكت بندي وشوتي كملت عليهم ضرب لحد ما فلفصوا وهربوا منها. وقابلوا روهان في الطريق قالوا له ميكا ظهرت. ما صدقهمش وراح يتأكد بنفسه، والمرة دي ميكا لبست جسمه هو شخصيا، اتحكمت في ودته القصر، خلته يعمل في طقوس غريبة ومرعبة. وخرجت أنجو شافته وافتكرت ميكا لما كانت بتعمل الطقوس دي وهي بتتعلم السحر، وسألته انت ليه بتعمل الحركات دي؟ روهان تحت سيطرتي يا أنجو وهخلي بنفسه يقتلكوا. خلته يضرب في كل الموجودين ويهين فيهم واحد ورا التاني وهم ولا نفس مش قادرين ينطقوا بكلمة. وبريت واقفة مستخبية بتراقب الأجواء من بعيد لحد ما شافها وأمرها تخرج. وأول ما أبوها شافها اتصدم وقالت له أنا آسفة يا بابا، أنا عملت كده خوفا منك تجوزني الإنسان اللي أنا بحبوش، واستغليت خروج ميكا علشان تلهيكم وما تكشفونيش. انت دمرتي حياتنا. كان يوم اسود يوم ما فتحت الغرفة. حاولت الروح تسيطر على أبوها بكلمات شيطانية علشان يقتلها، وبريت قالت لروهان انت أقوى منها، ما تخليهاش تستحوذ عليك. ما حسش روهان بأي كلمة قالتها وبدأ يقرب منها بطريقة مرعبة. وهنا اتفاجئ الكل بأنجو بتمسك بريتي
حطت على رقبتها السكينة وقالت له لو قدمت خطوة تانية هذبح بريتي. ضحك روهان بطريقة هستيرية وقال لهم أنا مش ملبوس، بمثل عليكم وحابب أصدمكم إن اللي قدامكم وحط السكينة على رقبة بريتي تبقى ميكا مش أنجو، لأن أنجو اللي ماتت من 18 سنة مش ميكا. ووقتها ميكا سيطرت عليها بالسحر، ولما قتلتها بدلت معها الملابس علشان جوزها ما يكشفهاش. ميكا استغلت الوضع وعاشت بشخصية أنجو معاكم طول السنين دي كلها، واللي حكى لي الحقيقة روح أنجو بنفسها اللي حبستوها في الغرفة وكنتوا فاكرينها ميكا. ميكا حرمتها من حياتها وبنتها وجوزها وقتلتها بدم بارد. سمعت بريتي الكلام وهي مصدومة لحد ما ظهر شبح أنجو وقال لهم اللي قدامكم دي شيطان على هيئة إنسان. الساحر كان عارف بالحقيقة ومتفقة معه ونفذ كلامها وحبسني قبل ما انتقم منها، لكن الحق عمره ما بيضيع. لما بريتي وروهان حرروني رحت علشان أقتلها. أنا مش خايفة منك على فكرة، أنا هموت والكل عارف إن أنجو، يعني هتفضل الحقيقة مخفية وإنتي نكرة. ساعتها قررت أسيبها وظهرت بعد عن روهان، حكيت له ساعدني على كشف الحقيقة. أنا بحبكم جدا وبحبك جدا فوق ما تتخيلي يا بريتي، وكنت أتمنى أنا اللي ربيكي مش الشيطانة دي. أنا دلوقتي ارتحت بعد ما الكل عرف الحقيقة، عاوزاكوا تخرجوا من البيت دلوقتي علشان أصفي حسابي. قفلوا عليهم الباب بالفعل وقتلت أنجو أختها اللي كانت سبب في دمار حياتها. وبكده يكون وصلنا للنهاية. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكوا كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.